على الرايق كده تعالى اقول لكم على شويه حاجات هتخسروا حاجات كتير جدا لو اتخرجتوا من الكليه من غير ما تتعلموها. اول حاجه اتعلم لغه، اتعلم لغه او لغتين كمان. اتعلم من اللغات اللي هي مواكبه العصر ومطلوبه في سوق العمل دلوقتي اللي احنا فيه، زي الانجليزي، الصيني، الفرنساوي، الحاجات دي كلها. طيب ايه كمان؟ تاني حاجه ان انت توسع دايره علاقاتك. كل ما بتوسع دايره علاقاتك كل ما هتحس ان انت مسنود، ومش معنى ان انت مسنود يعني معنى كده ان هي حاجه فيها مصلحه، لا، معنى ان انت مسنود اللي هو بيكون فيه زي ما بيقولوا كده منفعه متبادله، ان انت تفيده وهو يفيدك. كمان ان انت تتعلم مهارات اللي مطلوبه في سوق العمل دلوقتي، زي اداره الوقت، ان انت ازاي يعني تعمل سي في كويس، ان انت تزيد ثقتك من نفسك، كل الحاجات دي. ايه كمان تشتغل على نفسك في مجال او اتنين من المجالات برضو المطلوبه في سوق العصر اللي احنا فيه دلوقتي. زي ايه؟ زي صناعة المحتوى، كتابة المحتوى، التصميم، التسويق الالكتروني، كل الحاجات دي مطلوبه في الوقت الحالي اللي احنا فيه. كمان لازم تقرا كتير. القرايه يعني بجد ليها عامل كبير جدا في ان هي تنمي الذكاء، وان هي تزود معلوماتك، تزود خبرتك، تزود عندك حاجات كتير قوي، وبتنمي مستوى الفكر كمان عندك. بس كده شويه الحاجات دي لازم تتعلمهم، وبجد لازم تحاول ان انت تكتسبهم، حتى لو اكتسبت 3-4 حاجات بس منهم هتفرق معاك جدا. لما تتخرج من الكليه مش هتتعب، مش هتلف كعب داير ان انت الاول بعد الكليه تاخد كورسات تقوي السي في بتاعك، لا، انت اوريدي هتبقى طالع من الكليه السي في بتاعك كامل. بس كده، وده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك، سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.